نحن أمام جنازة معنوية لضمير قايض الدم الأخ برنين الريال السعودي، واستبدل صرخة المظلوم بزفير المرتزق الذي لا يجد حرجا في تقبيل اليد التي طالما زعم أنها قاطعة. تبدأ الحكاية من وجع افترض أنه مقدس، دم أخ سفك تحت وطأة النيران، وقصائد ملتهبة كانت تصب جام غضبها على الجارة وطائراتها. 19 من عائلتي بالقصف الطيران، من أقرباء من أصهار، وأخوي على رأسهم والله يرحمه ويغفر له، عنده 10 أولاد و3 حريم. هكذا عرفه الناس أو هكذا ظنوه، صوتا يمنيا مكلوما يملأ الفضاء ضجيجا دفاعا عن الأرض والدم. لكن التاريخ الضحل لا يلبث أن ينكشف، فبمجرد أن لمع بريق المال السعودي المدنس تلاشت ملامح الثائر لتظهر ملامح الأجير في سقطة أخلاقية لا تغتفر. أن يذهب المرء طوعا وبذروة الجبن والزيف ليكيل المدائح المبتذلة لمن كان يصفهم بالأمس بالأعداء في انبطاح إرادي يثبت أن الكلمة لدى المسمري بضاعة تنتظر المشتري الأكرم. طيب سؤال، أهلك الباقين كيف يشوفوك وانت رايح تجلس مع قتالين أهلك وأخوك؟ اقسم بالله يا محمد انك بعت دينك وضميرك وأخوك وأقاربك وأبناء شعبك لبنت الشيوخ فايز المالكي وصاحب المراقص والعهر محمد. ولا يحتاج المتابع لكثير ذكاء ليرى الارتعاش في نبرة المسمري وهو يغني بمديح للكفيل الجديد. والله يا أبو ركان أنا كنت أرى أن الذي يعمل أنه صح. إنه خوف الصغير الذي يخشى فوات الرزق، وضعف النفس التي استمرأت حياة الفنادق على حساب كرامة الخنادق. وقد تحول المسمري في نظر اليمنيين من شاعر قبيلة يفترض أن يدود عن حياضها إلى مهرج بلاط يرقص على جراح وطنه من أجل عطايا الديوان. منك يا محمد نهائيا، يقول لسنا الوحيدين ولكننا الأرخص، شعار مرتزقة السعودية. ولأن السقوط الأخلاقي لا يتجزأ، كان لابد لهذا الارتزاق أن يتجلى في أقبح صوره، الطائفية البغيضة. فبمجرد أن تحركت رياح الفتنة في سوريا وبدت ملامح السيطرة لأبو محمد الجولاني ومن خلفه القوى التي لطالما ادعى المسمري عداءها، انخلع القناع تماما، وظهر المسمري طائفيا بامتياز يبارك لمن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، مدفوعا بغريزة التشفي ومنطق الغلبة الزائف. والقانون برئاسة الفاتح أحمد الشرع أعزه الله وأدام الله ظله، الحمد لله رب العالمين. حلم يعني إيران بالانفصال راح بقى من في نهاية المطاف يبقى محمد المسمري نموذجا صارخا للمسخ الإعلامي والشعري، ذلك الذي يفقد بوصلته عند أول منعطف للمال والطائفية. فقد كسب المسمري إقامة فارهة وربما رصيدا بنكيا عامرا، لكنه خسر يمنيته، والأهم من ذلك خسر الحياء أمام نفسه وأمام شعبه. والتاريخ يكتب أسماء الشجعان بمداد الكرامة، أما المرتزقة فمكانهم الطبيعي هو هوامش النسيان، حيث لا يبقى من ضجيجهم إلا صدى الخيانة ورائحة المال الذي لا يغسل عار المواقف. دائما أنا أزور السعودية اطبعها أنا ديوث أنهم يقتلون، كيف يطاوع على قلبك تقول أن أنا بزور السعودية؟ فكرني مرتزق مثلك، وفكرني خائن ولا عامل ولا بيع.